النجم الجميل واللي دايما منورني على شاشه البغداديه النجم رامي صبري، برحب بيك يا رامي ودايما منور. الله يخليك، ميرسي، شكرا. مبروك على الجائزه النهارده، ورامي كل سنه بيحصد الجائزه من الدير جاست، بس اكيد المره دي الجائزه ليها احساس مختلف لان كمان الجائزه من الجمهور. اكيد الحمد لله، انا بشكر الجمهور، بشكر ربنا الاول اكيد، وبشكر الجمهور على الفوتس على الانترنت، انه في الاخر بتجيلي جايزه من الجمهور، ودي جايزه حقيقيه جدا. طبعا معروف دير جيست معروفه بسمعتها وشرفها، يعني ان هي ما بتاخدش، مش بتجيب المطرب اللي هي عايزاه، يعني في الاخر هي جايزه حقيقيه جدا، وانا مبسوط جدا باحسن مطرب. دي بالنسبه لي حاجه كبيره، لان في مطربين كتير كويسين طبعا زمايلنا يعني. واللي جديدك في الفتره الجايه ايه، ومحضر لكل الجمهور ايه في الفتره الجايه؟ انا نزلت البومي وانا معاه من فتره، من 4 5 شهور، الحمد لله عمل شغل كويس في فتره ما كانتش فيها ناس عارفه تسمع مزيكا، وان شاء الله يعني مسافر ان شاء الله بكره صور في لبنان اغنيتين وانا معاه وبرتاح ان شاء الله، هتشوفوهم على قناه مزيكا باذن الله. سمعنا ان رامي ممكن يخوض تجربه التلفزيون ويخوض تجربه التمثيل، الكلام ده حقيقي ولا لا؟ والله لسه شويه، لسه شويه. في عروض، يعني سمعنا ان في عروض كتير بتتعرض عليك. اكيد بس يعني هو لسه شويه، انا لسه مش مقتنع قوي لغايه لما اشوف المنتج المناسب والفكره المناسبه والزمايل اللي هم هيضيفوا لي، يعني لان انا اكيد لسه مش هضيف لحد في التمثيل، بس انا محتاج ناس تكون نجوم برضو كبار وناس عندهم خبره في التمثيل، وانا بحب السينما جدا وبحب التمثيل قوي. اكيد انت دايما منورنا على شاشه البغداديه، وكل ما تقولها لكل جمهورك على شاشه البغداديه تقول لهم ايه؟ اولا انا بشكركم جدا، انا بشكرك انت شخصيا، انت كمان كنت معايا في العقد بتاع مزيكا من 7 8 شهور تقريبا، وكنت مهتميه بيا جدا، فانا بشكرك انت والقناه والعراق. ميرسي جدا لجمهور العراق، وانا بحبكم، ان شاء الله هاجيلكم ان شاء الله قريب باذن الله باذن الله. انت فنان جميل، وانت فنان كلنا بنحترمك وبتقدم فن قيم، علشان كده دايما لازم نهتم بيك. شكرا، ميرسي يا حبيبي، ميرسي جدا.